أرنب كان بيحفر نفق وفجأة خبط في حجر، حاول يقلبه بكل قوته وما كنش متخيل إن الحجر ده في الحقيقة قطعة ذهب. الأرنب فرح جدا وافتكر إنه بقى غني، بس ما خدش باله إن في راجل كان شايفه من بعيد. وبينما الأرنب بيفكر يخبي الذهب، الراجل علق يفطة مكتوب عليها بنك. الأرنب صدق وجري ناحيتها وسأله عن الفايدة اللي هياخدها، وهو مش واخد باله إن الراجل نصاب. الراجل لعب عليه خدعة وخد الذهب ومشي مطمن، مش عارف إن الأرنب هيغضب جدا. بعد شوية الراجل كان بيعلم ورق الكوتشينة علشان يغش، وفجأة وصله الأرنب متنكر. الأرنب مثل إنه مبتدئ وسأله يلعب، فالراجل وافق فاكر إنه هيضحك عليه. الأرنب فتح كتيب التعليمات ورمى عملة في المكنة وقال: يا عملات الذهب اطلعوا بسرعة. الراجل ضحك، لكن الأرنب أول ما لمس المكنة كسب الجايزة الكبرى. العملات نزلت بغزارة والراجل اتصدم. ولما الأرنب كان ماشي بالذهب، الراجل منعه وقال له: استنى، في لعبة أحلى. وخده على ترابيزة الروليت، خلاه يكسب شوية علشان يطمع. ولما راهن على رقم 23، الراجل عدل الترابيزة بسرعة، لكن المفاجأة إن الكورة وقفت على رقم 0. الراجل اتجنن وقال له: آخر لعبة هايلو. الأرنب وافق، ولما بدأوا يلعبوا الراجل شاف في ورقه 4 ملوك وافتكر نفسه كسب، بس الأرنب كشف عن 4 آس. الراجل اتصدم وطلع مسدس يهدده، لكن الأرنب لف الأسطوانة وبدل الطلقات نزل ذهب. خد العربية وامشي. ولما الراجل حاول يقلده، المسدس انفجر فيه.